قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. مدرب ويست هام بعد الانتصار على فرايبورغ أكرد قام بعمل جيد وكان سببا في حفاظنا على نظافة الشباك. جديد الحالة الصحية لنصير مزراوي. خبر عاجل: الفيفا تصدم الأندية الأوروبية التي تمنع لاعبيها من الالتحاق بالمنتخب المغربي. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش دير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. مدرب ويست هام بعد الانتصار على فرايبورغ أكرد قام بعمل جيد وكان سببا في حفاظنا على نظافة الشباك. عبر ديفيد مويس مدرب ويست هام يونايتد عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه مدافعه المغربي نيف أكرد في مواجهة ضيف فرايبورغ الألماني برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي. وقال مويس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي بعد نهاية اللقاء: قمنا بالكثير من الأمور الجيدة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. لقد حافظنا أيضا على شباك نظيفة وأعتقد أن نيف أكرد رفقة مارفوبانوس قام بعمل جيد. فرايبورغ فريق كبير ويسدد الكرات من الخلف ويتعاملون معها بشكل جيد. وأتم حديثها: لقد لعبنا بشكل جيد الليلة وسيطرنا على المباراة وسجلنا هدفين جيدين في الشوط الأول. لقد أهدرنا أيضا بعض الفرص في الشوط الثاني، لذا نأمل أن نحتفظ بها في مباراة الأحد ضد وولفرهامبتون. وكان ويست هام يونايتد قد تأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة اليوروبا ليج متصدرا مجموعته الأولى برصيد 15 نقطة بعد فوزه على فرايبورغ الألماني بنتيجة 2-0. جديد الحالة الصحية لنصير مزراوي. بعد أن أكدت الفحوصات التي خضع لها ظهير الأسود ولاعب بايرن ميونخ نصير مزراوي التي أثبتت إصابته على مستوى عضلة الفخذ الأيمن وتكهنت بغيابه عن التدريبات لفترة تمتد ل6 أسابيع على الأقل، فإن اللاعب المغربي سيكون مضطرا للخضوع لفحص ثان سيحدد بشكل نهائي حجم الإصابة وفترة الغياب والعلاج. وفي حال أكد الفحص الثاني بأن نصير سيغيب فقط إلى نهاية السنة الجارية، فإن الناخب الوطني وليد الركراكي سيضمه إلى لائحة الأسود النهائية التي ستخوض كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار. أما إذا تأكد بأن إصابته تستوجب الخلود للراحة لأكثر من 6 أسابيع، فإن اللاعب سيغيب عن المونديال الإفريقي القادم. خبر عاجل: الفيفا تصدم الأندية الأوروبية التي تمنع لاعبيها من الالتحاق بالمنتخب المغربي. وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا رسميا إلى جميع الاتحادات الدولية لكرة القدم يخبرهم فيه بإلزام جميع الأندية بتسريح لاعبيها المشاركين في كأس أفريقيا في أجل أقصاه يوم 28 من دجنبر الجاري. وأكد خطاب الفيفا على المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس إفريقيا توجيه الدعوة للاعبيها في أجل لا يتعدى 17 من دجنبر، مشيرة أن أي لاعب لم توجه له الدعوة قبل هذا التاريخ سيكون من حق فريق عدم السماح له بالمشاركة في الكان القادم. ومن جهة أخرى هددت الفيفا الأندية التي تمنع لاعبيها من الالتحاق بالمنتخب للمشاركة في كأس إفريقيا رغم توصلها بالاستدعاء في الوقت القانوني، هددتها بعقوبات مالية كبيرة. ويأتي تهديد الفيفا بعد التصريح الذي خرج به رئيس فريق باير ليفركوزن الألماني الذي هدد بعدم تسريح لاعبيه للمشاركة في كأس إفريقيا، ومن بينهم نجم المنتخب المغربي أمين عدلي. الاتحاد المغربي يجهز أوراق موهبة مونبولييه قبل كأس إفريقيا. بدأ مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تجهيز الأوراق القانونية للاعب نادي مونبولييه الفرنسي خليل فياض صاحب 19 سنة من أجل محاولة ضمه إلى صفوف أسود الأطلس، وذلك قبل المشاركة في نهائية بطولة كأس أفريقيا في الساحل العاج في الفترة ما بين 13 من يناير و11 من فبراير المقبلين. وكانت القرعة التي أجريت في وقت سابق قد أوقعت كتيبة مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي في مجموعة تضم منتخبات زامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.
وفي هذا الإطار أفاد مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكلف بملفات اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة والمنحدرين من أصول مغربية، أفاد حسب موقع العربي الجديد بأنه جرى بدء التواصل مع اللاعب خليل فياض من أجل تجهيز الأوراق القانونية التي ستجعله قادرا على تمثيل المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تراسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الدولي فيفا من أجل تغيير الجنسية الرياضية للاعب خليل فياض من الفرنسية إلى المغربية حتى يتمكن المغرب من الاستفادة من خدماته، سواء تعلق الأمر بإمكانية مشاركته رفقة أسود الأطلس في نهائية الكان المقبل أو المشاركة مع المنتخب المغربي تحت 23 سنة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل. وكان كشاف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن المواهب في فرنسا رصد تطور أداء اللاعب خليل فياض قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من المدير الرياضي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البلجيكي كريس فان بوفيلد من أجل متابعته، خصوصا بعد تألق اللاعب مؤخرا في بطولة الليغ الفرنسية، إذ شارك حتى الآن مع فريقه مونبولييه في 12 مباراة وسجل هدفا واحدا. والجدير بالذكر أن فياض الذي بإمكانه اللعب كلاعب خط وسط دفاعي وهجومي وأيضا كجناح أيسر تلقى تكوينه في صفوف نادي مونبولييه الفرنسي، إذ لفت الأنظار مع فئة تحت 19 سنة قبل أن ينضم إلى الفريق الرديف، ثم التحق ابتداء من الموسم الحالي بصفوف الفريق الأول الذي فرض نفسه داخله بشكل قوي بعدما أظهر مؤهلات فنية وبدنية لفتت انتباه جماهير ناديها التي نوهت به كثيرا في مختلف المباريات التي خاضها. الجامعة تفكر في ترقية سعيد شيبة لمنتخب أقل من 20 سنة. تفكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جديا في ترقية المدرب الوطني سعيد شيبة بفضل نتائجه الجدية والقوية رفقة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على غرار وصوله لنهائي كأس أفريقيا وكأس العالم لهذه الفئة العمرية. وتعتزم الجامعة تعيين سعيد شيبة مدربا لفئة أقل من 20 سنة خلفا لمحمد وهبي الذي سينتهي عقده السنة القادمة لعدة اعتبارات، أولها فشل وهبي في تدبير نتائج ومستوى هذه الفئة، وثانيا صعود عدد من لاعبي منتخب أقل من 17 سنة إلى فئة أقل من 20 سنة مما سيساعدهم على التأقلم في حال تعيين شيبة على رأس فئة الشبان. قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. مدرب ويست هام بعد الانتصار على فرايبورغ أكرد قام بعمل جيد وكان سببا في حفاظنا على نظافة الشباك. جديد الحالة الصحية لنصير مزراوي. خبر عاجل، الفيفا تصدم الأندية الأوروبية التي تمنع لاعبيها من الالتحاق بالمنتخب المغربي. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش دير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار.